لو بتشتغل عشان الفلوس فانت بتخسر. ليه؟ تابعني دلوقتي. السلام عليكم يا اصدقائي وابطال الوعي المالي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين، برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده جاي اكلمكم عن سؤال حير الملايين، ويمكن يكون محيرك انت كمان. ليه الاغنياء بجد ما بيشتغلوش عشان الفلوس؟ او بصيغه تانية، ليه اغنياء العالم سواء بيل جيتس او ايلون ماسك او وارن باف حياتهم ما بتبقاش مجرد جري ورا المرتب او الدخل الشهري؟ هل الموضوع بس عشان معاهم فلوس كتيره وخلاص، ولا في سر تاني؟ الحقيقه يا جماعه ان في سر خطير الاغنياء عارفينه ومطبقينه، والسر ده هو اللي بيخليهم في مستوى تاني خالص من الحريه الماليه. السر ده اللي بيخلي الفلوس هي اللي تشتغل ليهم، مش هم اللي بيشتغلوا عشان الفلوس. النهارده هكشف لك السر ده وهوريك ازاي تقدر تبدا تطبقه في حياتك حتى لو لسه بتبدا من الصفر. فاكرين بقى لما قلنا ان كل حلقه هي قطعه من بازل الحريه الماليه؟ في الحلقه الاولى عرفنا ليه فلوسنا بتخلص قبل اخر الشهر، في الحلقه الثانيه كشفنا سر التضخم اللي بياكل فلوسنا، في الثالثه عرفنا الفرق بين الادخار والاستثمار، في الحلقه الرابعه عرفنا لو معانا 1000 جنيه نبدا بيهم ازاي، في الحلقه الخامسه عرفنا اخطر 5 عادات ماليه ممكن تخلينا فقراء مهما كسبنا. النهارده دي قطعه البازل رقم 6، ودي القطعه اللي هتجمع كل اللي فات وهتوريك الصوره الكبيره للعبه الماليه. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده عمرك ما هتبص للشغل والفلوس بنفس الطريقه تاني. يلا بينا. خلينا نعترف بحقيقه بسيطه، اغلب الناس في العالم بتشتغل عشان الفلوس. الهدف الاساسي من الشغل هو الحصول على راتب او دخل شهري عشان نسد احتياجاتنا، ندفع ايجارنا، ناكل، نلبس، ندفع فواتيرنا، وده طبيعي ومنطقي جدا. لكن المشكله بتبدا لما الدخل ده بيتحول لسقف او حد اقصى لحريتنا الماليه. تخيل معايا انك ماشي على التريد ميل اللي هو المشايه الكهرباء، انت بتجري، بتعرق، بتبذل مجهود خرافي، لكن في الاخر انت لسه في نفس مكانك. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتفضل شغال بس عشان تجيب فلوس تسد بيها مصاريفك اللي بتزيد، وتفضل تجري في حلقه مفرغه. تشتغل عشان الفلوس والفلوس تخلص فترجع تشتغل تاني، وده بيكون بيسموه سباق الفيران اللي اتكلم عنه روبرت كوازاكي في كتابه الاب الغني والاب الفقير، ريتش داد بور داد. المشكله مش في الشغل نفسه، المشكله في الهدف من الشغل. لو هدفك الوحيد هو الحصول على المال فقط هتفضل طول عمرك عبد للمال ده. هنا بقى يجي السر اللي الاغنياء بيفهموه وبيطبقوه ببراعه، انهم ما بيشتغلوش عشان الفلوس، لكن بيخلوا الفلوس هي اللي تشتغل ليهم. ازاي بيعملوا كده؟ عن طريق بناء وامتلاك الاصول اللي هي الاسيتس. ايه هي الاصول يا دكتور محمد؟ الاصول ببساطه اي شيء بيدخل لك فلوس في جيبك. العكس هو الالتزام، اللايبيليتي هو اي شيء بيطلع فلوس من جيبك. الاغنياء بيركزوا على بناء عمود من الاصول اللي بتدر عليهم دخل سلبي، باسيف انكم، دخل بيجيب لك فلوس من غير مجهود مباشر منك. تخيل معايا ان معاك جيش من الجنود الماليين، كل جندي اللي هو اصل بيشتغل بالنيابه عنه وبيجيب لك فلوس وانت نايم او مسافر او بتعمل اي حاجه تانية بتحبها. عكس كده اغلب الناس بيبنوا عمود من الالتزامات، عربيات بالتقسيط، بيوت عايشين فيها فقط مش بتجيب دخل، قروض شخصيه، كل حاجه من الحاجات دي بتطلع منهم فلوس باستمرار. امثله على الاصول اللي الاغنياء بيبنوها: اولا عقارات مؤجره بتجيب ايجار شهري، تاني حاجه الاسهم في شركات بتدفع ارباح اللي هي ديفيدنز بتجيب لك دخل دوري وانت قاعد ما بتعملش حاجه فيه، تالت حاجه مشاريع تجاريه ليها نظام تشغيل وما بتعتمدش عليك في وجودك الشخصي، زي مطاعم، زي محلات، زي شركات صغيره ليها اداره وموظفين بيشغلوها. رابع حاجه الكتب والكورسات او المحتوى الرقمي ممكن تبيعهم مره وتفضل تجيب منهم دخل سنين. خامس حاجه الذهب والفضه كاصول حقيقيه بتحافظ على قيمتها وتزيد مع المدى الطويل، مش بتجيب دخل مباشر لكنها مخزن لقيمه بينمو وبيحميك من التضخم. الاغنياء بيشتغلوا في البدايه لكن مش عشان يكفوا مصاريفهم وبس، بيشتغلوا عشان يجمعوا فلوس يشتروا بيها اصول، وكل ما يمتلكوا اصول اكتر كل ما دخلهم السلبي يزيد لحد ما يوصل لمرحله دخل الاصول دي يغطي مصاريفهم بالكامل، وهنا بتحقق الحريه الماليه الحقيقيه. الاغنياء بيبصوا على كل جنيه بيصرفوه او بيستثمروه بمنظور مختلف، بيبصوا على العائد على الاستثمار اللي هو الريتيرن اون انفستمنت او الار او اي. يعني لو هحط 1000 جنيه في حاجه، ال1000 جنيه دي هترجع لي كام وامتى؟ لو
واغلب الناس بتصرف ال1000 جنيه دي على الالتزامات، حاجات بتطلع فلوس من جيبها او على كماليات بتستهلك قيمتها. الاغنياء بيشوفوا ال1000 جنيه دي كجندي مالي جديد هيجيب لهم جنود ثانيه، وده اللي بيوصلنا للمفهوم الخطير اللي بنشرحه دايما، انك لازم تخلي فلوسك هي اللي بتجيب لك فلوس اكتر. فاكرين التضخم؟ فلوسك في البنك او في الدرج قيمتها بتقل كل يوم، الاصول هي اللي بتحميك وبتكسبك في نفس الوقت. فاكرين الفرق بين الادخار والاستثمار؟ الادخار بيحافظ على الرقم، الاستثمار بيحافظ على القوه الشرائيه ويزودها. الاغنياء بيوصلوا لمرحله انهم حتى لو بطلوا يشتغلوا تماما، الدخل اللي بيجي لهم من الاصول دي كافي واكتر بكتير انه يغطي كل مصاريف حياتهم. تخيل احساس الحريه ده، انك مش مضطر تستنى مرتب اخر الشهر، لان عندك جنود ماليه شغاله ليك 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. هتقولي يا دكتور انا لسه في البدايه ومعيش ملايين عشان اشتري عقارات او اسهم كتير. الموضوع مش محتاج تبدا بمليون جنيه. فاكرين ال 1000 جنيه اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت؟ دي ممكن تكون اول جندي في جيشك المالي. ازاي تبدا تبني عمود الاصول بتاعك؟ اول حاجه ركز على صناعه الفلوس اولا. شغلك او مصدر دخلك الاساسي هو اللي هيمول بناء الاصول بتاعتك. اعمل افضل ما عندك، طور نفسك عشان تزود دخلك، وده بيرجعنا لاهميه الاستثمار في نفسك. تاني حاجه ادفع لنفسك الاول ثم للاصول. اول ما قبضت حول جزء ثابت ومحدد من دخلك وليكن 10% او 20% لحساب منفصل. المبلغ ده مش عشان تصرفه، ده عشان تشتري بيه اصول. تالت حاجه ابدا باصول صغيره ومناسبه لميزانيتك، زي مثلا ذهب او فضه. لو المبلغ صغير اشتري فضه، لو مبلغ اكبر ممكن تشتري ذهب، ان شاء الله حتى تشتري ربع او نص جرام. ده هيبقى بدايه ممتازه لحمايه فلوسك. مثال تاني صناديق الاستثمار او الاي تي اف، ودي بتسمح تستثمر في مجموعه كبيره من الشركات بفلوس قليله وبالتالي بتقلل المخاطر. ثالث حاجه تعلم مهاره جديده ليها طلب. المهاره دي ممكن تتحول لخدمه بتقدمها او مشروع جانبي يجيب لك دخل اضافي، وده في حد ذاته اصل. برضه استثمر في عقار صغير لو ميزانيتك تسمح، ممكن تبتدي تجيب عقار كبير وتقدر تأجره. رابع حاجه هي اعاده استثمار الارباح اللي هي الكومباوندنج. اي ارباح تجي لك من اصولك ما تصرفهاش، رجعها تاني واشتري بيها اصول زياده، وده بيخلق كرة تلج ماليه اللي هتتضخم وتكبر مع الوقت بشكل اسي اللي هو اكسبوننشال. الاغنياء ما وصلوش للي هم فيه ده من يوم وليله، هم بداوا صغيرين لكن استمروا في بناء الاصول دي سنه ورا سنه وخلوها تشتغل ليهم بجد. يا صديقي النهارده اكتشفت السر الحقيقي ورا ثراء الاغنياء وحريتهم. السر مش في انه معاهم فلوس كتيره، السر في ان هم فهموا ان الفلوس مش هدف، الفلوس اداه لبناء الاصول. ولما الاصول دي تكبر الفلوس هي اللي هتشتغل ليهم، مش هم اللي بيشتغلوا عشان. انت دلوقتي معاك مفتاح جديد من مفاتيح الحريه الماليه. هل هتفضل تجري في سباق الفيران ولا هتبدا تبني جيشك المالي الخاص بيك؟ القرار بين ايديك. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجه جديده او غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل اكبر عدد من الناس اللي محتاجه المعلومه دي. اكتب لي في التعليقات تحت ايه اول اصل هتحاول تبنيه او تستثمر فيه من النهارده، وهل مستعد تخلي فلوسك هي اللي تشتغل ليك؟ شاركني رايك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقه الجايه عشان نكمل بناء بازل الحريه الماليه خطوه بخطوه. خليك غني وغير عاداتك الماليه. السلام عليكم.